دخل اعتصام مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي أسبوعه الرابع في ميادين مختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة. تعيش البلاد على وقع الاحتجاجات والمواجهات في باقي محافظة الجمهورية. هذا المشهد تطور الآن من ميدان رابعة العدوية والميادين الأخرى إلى اعتصام متحرك في الشارع تمثل في مسيرة كبيرة تخرج يوميا دون الإعلان عن وجهتها، تجوب شوارع القاهرة وتنطلق من ميدان رابعة صوب مناطق ومراكز حيوية واستراتيجية في القاهرة. يخلص المراقبون للشأن المصري إلى أن هذه المسيرات اليومية خاضعة لحسابات ميدانية دقيقة. هؤلاء أيضا لديهم خطة أو استراتيجية لتوصيل رسالة إلى الداخل المصري، بحيث أنك تراهم في كل مكان، يعني في الميادين الحيوية والمواقع الحيوية في مصر يحرصون على أن يتواجدوا فيها لكي يوصلوا رسائل بأنهم موجودون، وحتى يراهم الجميع في كل مكان حتى ولو بأعداد قليلة. هذه المسيرات تتحول إلى أحداث عنف نتيجة تعرضها لهجمات ينفذها مجهولون أو بلطجية كما يقول المشاركون فيها، تخلف وراءها في الغالب ضحايا تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم. كلما خرجت مسيرة عن دائرة رابعة الجغرافية هجمت كما يقول منظموها من قبل أطراف أخرى مسلحة في بعض الأحيان. السيناريو تكرر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الذي شهد مسيرات لمؤيد الرئيس المعزول في ميادين مختلفة بالقاهرة أسفر عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح. أحداث تعد وفق مراقبين مؤشرا على تصاعد وتيرة الهجمات التي تتعرض لها المسيرات المؤيدة للشرعية، والتي يحرص منظموها على القول إنها مسيرة سلمية. بمعنى وقوع قتلى أو مصابين من مؤيد الرئيس المخلوع أو المعزول يساعد كثيرا على توظيف فكرة المظلومية السياسية التاريخية. السياسة المصرية الآن في الشارع وليست في المؤسسات أو الصناديق أو الأحزاب. إنه منطق الاحتكام للشارع، ما يعني أن الأزمة ستطول. في غياب الآن أي حل سياسي في الأفق بقي أمام معارضي أو مناصري الرئيس معزول الشارع بين رابعة والتحرير. مصر منقسمة. ناصر حسين، الجزيرة، القاهرة.